مين ما فكرش يعمل كاياك في كندا ولو لمرة واحدة؟ شبه جزيرة تيبرموري، منطقة كلها نبع من الخيال. طب ينفع صيف من غير كامبينج وتنام وسط الحيوانات؟ هنتعرف النهارده على كل ده ونعطيكم لمحة سريعة عن أفضل الأماكن. بس الأول معاكم حسام عادل، هدف أعرف الناس بكندا، الطبيعة الخلابة، وأسلط الضوء على شوية هوايات جميلة ممكن تكون ما عملتهاش قبل كده. أهلا وسهلا بيكم ويلا نبدأ. مرتبط دايما بالفسح والمرح والمغامرات. كانوا زمان بيستخدموه علشان الصيد وكانوا بيعملوه من عظام الحيوانات. كاياكينج، مفيش احسن من احساس انك في رحله في وسط البحر وسط الهدوء التام. ده الراد هولدر اللي قلت لكم عليه، حطه هنا، تحط الصناره. I got any fish in the lake. في سنة 1936 تم إدراج رياضة الكاياك في الأولمبياد وبقت رياضة أولمبية رسمية، واحدة من أفضل الهوايات اللي ممكن تعملها في كندا. رياضة مفيدة جدا. الكاياكس فيها أنواع كتير، في نوع للفيشنج وفي نوع ريكريشنال تقريبا زي اللي أنا راكبه ده، وفي نوع للسي اللي هو السي كاياك. دي الكيسة اللي بتتحط هنا علشان نحط فيها الموبايل والسماعة والمفاتيح والكلام ده كله. بتتيح لك الفرصة إنك تستكشف أماكن جديدة رخيصة ومش مكلفة. تيبرموري موجودة على خليج جورجيان باي المتصل بليك هورن، واحدة من البحيرات العظمى في العالم كله. لا يمكن تصدق إن ده موجود في أونتاريو. مسطحات مائية ومياه شفافة تركوازية الفريدة من نوعها في المنطقة. اندماج المية مع الصورة على أجواء كاريبية بامتياز. جزيرة فلاور بوت، المنطقة دي فيها 14 سفينة غرقانة وده بيخليها واحدة من أفضل الأماكن الغوص في كندا. ضباب، والتريل اللي احنا ماشيين فيه ده مفيش فيه صريخ بيومين تقريبا. المية بتكون باردة جدا في شهر 7، بتبدأ تتحسن وتقدر تنزرعها في أواخر شهر 7 أو أوائل شهر 8. مية باردة جميلة، باردة البرد اللي هو المناسب جدا. شواطئ حوالين شبه جزيرة بروس جميلة جدا وهادية ونظيفة، تستحق التجربة. غمض عينك، تخيل نفسك نايم في وسط الغابة وحواليك أصوات حيوانات طول الليل. الكامبينج، It's just a show to us if you want to come back in the park today. Sounds good. Thank you. Thank you. Take your first left all the way to the bottom and you'll see it there. Okay? Thank you. You're welcome. دي البوب اب تنت. الكاياك بتاعنا مكان رائع جدا للباك كانتري. طبعا ما نعرفش الباك كانتري. الباك كانتري هو ببساطه ان انت تاخد الخيمه بتاعتك وحاجتك كلها على ظهرك وتطلع في اي غابه او محميه وتعمل الكامبينج بتاعك. تجربه شيقه جدا وفيها نوع من انواع الشقاء لكن ممزوجه بلذه المغامره. شرب القهوه وسط الطبيعه صباح باكر واللمه حوالين النار بالليل والتفكر في خلق الله والبعد عن وهج المدينه واللجوء للطبيعه. المشي وسط الغابه، السباحه في بحيرات بكر وخوض المغامرات. ستظل الكامبينج هواية جميلة جدا ومش مكلفة. كده خلصنا الرحلة بتاعتنا، ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا. الناموسة اللي على الكاميرا دي